باسم يوسف هرب من مصر بسبب رئيس الجمهورية زي ما احنا عارفين، لانه حب يتمسخر عليه في اول حلقاته زي ما كان بيعمل مع مرسي. لكن تفاجأ انه بيتعامل مع فرعون. فخد بعضه وهرب بره مصر، وساكت لحد دلوقتي وما بيتكلمش. يعني ايه؟ مش عايز يحط نفسه في مشاكل. ما بيتكلمش. فانا بقول للقيادة المصرية، الحرية اهم من رغيف الخبز. الحرية أهم من النور. الحرية أهم من الكهرباء. الحرية هي الأساس الحقيقي لنهضة الشعوب. الحرية 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 هي الصناعة. يعني انت لما تجيب دلوقتي 100 شاب وتقول لهم اصنعوا، لازم تديهم حرية عشان يعرفوا يفكروا ويصنعوا. فالحرية دي أهم من النفس اللي احنا بنتنفسه. فلازم ننشر الحرية على الأقل بسنة بسيطة، ونسيب الناس تقول رأيها. الناس متضايقة جدا، وسيبوا الناس تقول رأيها. سيب كل واحد يقول رأيه. الكلمة مش هتضرك. انت سيب الناس تقول رأيها، وانت خليك ثابت واعمل اللي انت عايزه. يكون في شوية ديمقراطية حلوة برضو، لكن عدمها وحش. فانت شايف الاحوال اللي بتحصل دلوقتي، وعارف ان الشاب دلوقتي محتاج عشان يتجوز على الاقل 1,000,000 جنيه عشان يجيب شقة ويجيب ويدفع مهر وقايمة والعقائد اللي عند اخواتنا المسلمين. ومحتاج 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه. صدقني محتاج 1,000,000 جنيه، ومحتاج كمان عفش، ومحتاج تلفزيون، والتلفزيون دلوقتي بقى ب7,000 جنيه. ومحتاج تلاجة جديدة وبوتاجاز، والتلاجة والبوتاجاز ب20,000. حاجات كتيرة أوي هنقعد نتكلم فيها مش هنخلص. وانت عارف ان دلوقتي المواصلات غليت، والتذكرة بقت ب20 جنيه وب30 جنيه، ورفعوا الدعم عن الخبز. الخبز بقى الرغيف ممكن يوصل بجنيه دلوقتي، والغلابة ماشية بتاكل في الزبالة. والناس متضايقة جدا جدا جدا، والإعلام كاذب. الإعلام بيقول كلام مش حقيقي. انزلوا في الميكروباصات وانزلوا في الميادين، هتسمعوا الناس بتتكلم مع بعض في ايه. فيا ريت نحاول نصلح من بلدنا، لان احنا بنحب بلدنا. احنا مش عايزين الاذى لبلدنا. في متربصين ببلدنا، جماعة الاخوان المسلمين زي ما انت عارف، وجماعة الجماعات اللي من بره اللي بتتربص ببلدنا، وعايزة مش عايزة اصلاح، عايزة سقوط، عايزة تدخلنا في عصور الفوضى. لا، احنا مش عايزين كده. احنا عايزين نصلح، عايزين نشوف مين الغلطان ويتحاسب. مسؤول مثلا مش عارف يدير الملف، مسؤول رئيس الوزراء مثلا مش عارف يدير الملف، يتشال رئيس الوزراء عادي جدا. مثلا وزير مش عارف يدير الملف بتاعه، يتشال ويجيب واحد غيره عادي جدا. بس اهم حاجة مصلحة البلد اهم من مصالحنا الشخصية. فلازم نبني الاساسات دي، لإما كلنا هنروح للزوال، وهتحصل فوضى اجتماعية مش ثورة. فوضى اجتماعية هتاكل الأخضر واليابس لو ما عملناش الكلام ده. فأديك شايف اللي بيحصل حوالينا، وشايف الدنيا ماشية ازاي. ونطلب من الله انه يعفو عنا ويرحمنا برحمته، وينجدنا من الضيقة اللي احنا داخلين فيها. لان احنا مش هنسمع الكلام ده. انا عارف ان كلامي مش هيتسمع، وكلام اي شخص بيقول الحق سواء كبير او صغير مش هيتسمع. فربنا يعفو عنا ويرحمنا. بس لازم نقول كلمة حق، ونمسك في الحق. لو الحق ده هيودينا ورا الشمس، بس امسك في الحق، ومهما يوديك روح معاه. على فكرة الحق قوي قوي، مش زي ما الناس فاكرينه ضعيف. الحق بس خافي نفسه، بيحب الناس تبحث عنه. والحق حق انه يتبع.